بسم الله الرحمن الرحيم. يوم حزين على جماهير الكرة المصرية. النهاردة الزمالك والأهلي والمنتخب مصر للناشئين. الزمالك والأهلي على وشك الخروج من البطولة الأفريقية، ومنتخب مصر للناشئين خرج من البطولة الأفريقية اللي منظمها مصر. ودي حدث ما بنشوفوش كتير خالص في مصر، إن فريق يطلع من الأدوار التمهيدية، منتخب مصر يطلع من الأدوار التمهيدية ويكون المنتخب مصر هو المنظم للبطولة. دي صعبة جدا جدا. ده يمكن اتحاد الكورة قدم استقالته يوم ما منتخب مصر طلع من جنوب افريقيا في كاس الامم الافريقيه اللي كنا منظمينه 2019. دلوقتي هل اتحاد الكورة يستقيل؟ دي اول حاجة، لانها هزيمة يعني صراحة فضيحة. السنغال تفوز على مصر النهارده 4-0 وتتلاعب بالمنتخب المصري، والاجوان كلها جت في الشوط الثاني ورا بعضيها. صراحة احنا مش قادرين نكسب السنغال. كل المرات اللي اتقابلنا مع السنغال بتكسبنا في كل المستويات. نروح بقى للزمالك. الزمالك لعب الترجي النهارده، الزمالك عنده نقطة واحدة والترجي عنده 6. لازم الزمالك يكسب المباراة، ولو ما كسبش المباراة على اقل تقدير يطلع بنقطة. والزمالك بدأ المباراة صراحة بقوة، وكان الترجي هو اللي ند للزمالك بعد 10 دقايق. الزمالك بدأ المباراة بقوة وبضغط، ويمكن قبل ما الترجي يجيب جون الزمالك مضيع جون ما يضيعش، ارتدت الكورة على الزمالك بهدف. والجون الثاني برضو بتاع الترجي اللي في الوقت الضايع، الزمالك كان هيجيب جون التعادل في الدقيقة 89. كرة اتلعبت من حسام عبد المجيد بالدماغ، ريحة للجزيري، اللاعب الترجي مدافع الترجي شالها وهو مدي ظهره للكورة، شالها برجله من قدام 2 لعيبة من الزمالك، يمكن ناصر منسي ويمكن نيمار. الكرة اتشالت بعجوبة وارتدت بمفيش دقيقة بعدها الترجي أحرز الهدف الثاني. وفعلا لعيبة الترجي عندها صراحة ربنا، اللعيبة بتاعتهم عندها مهارات، عندها سرعة، عندها لياقة، بيعرفوا يعدوا. الماتش التاني هيبقى على الزمالك صعب جدا، وطبعا مش هنقول لا بديل الا الفوز. اي نقطة يفقدها الاهلي والزمالك هيخرجوا من البطولة. يمكن الاهلي لسه، الزمالك خاصة بعد الهزيمة النهاردة من الترجي 2-0 موقفه ساء جدا جدا. بقى الترجي عنده 9 نقط، والمريخ عنده 4، وشباب بلوزداد عنده 3، والزمالك يقبع وحيدا منفردا في المركز الاخير بنقطة واحدة. لازم الزمالك في الماتشات الجاية يكسب ال3 ماتشات. لو الزمالك كسب ماتشين وتعادل ماتش هيخرج، لا اما النتائج تلعب في صالحه، وده امر غير وارد، مش تلعب في صالحه. لازم الزمالك باقدام لاعبيه يكسب ال3 ماتشات اللي جايين كلهم. ماتش الترجي، ماتش شباب بلوزداد هناك كمان في الجزائر وده صعب جدا، والترجي صعب برضه، وماتش المريخ السوداني اللي هو اخر ماتش في المجموعه. لازم غير اي نتيجه غير كده الزمالك يخرج رسمي. هو لغايه دلوقتي الزمالك ما خرجش، الزمالك في اللعبه نظرا لان الفرق. امبارح المريخ السوداني خدم الزمالك لما كسب شباب بلوزداد. فلازم الزمالك الاسبوع الجاي يعد العده وجماهيره تعد العده ان ياخد اول خطوه ويكسب الترجي، ويكسب الترجي مستريح. رغم ان احنا شفنا مستوى الترجي هو مش عالي قوي، لكن عنده لعيبه تقدر تخلص، لعيبه وسط الملعب خاصه بن رمضان اللي جاب الجون الثاني، لعيبه ونص الملعب يقدروا يخلصوا، وحمدي الهوني المهاجم اللي عرض الكوره واللي عدى تعديه جامده جدا في اخر المباراه. ما قدرناش نحاول ان احنا نتعادل. الهجمات بتاعت الزمالك بتفتقد، مش عارف، في اخر يعني في اخر الهجمه ما بتحسش ان في مهاجم. يعني لو الزمالك قاعد يلعب ساعتين مش هيجيب جون، عايز يجيب جون من كره ثابته، مفيش كره الثرو التعريضات، لا لازم كره ثابته. نروح بقى الماتش الاهلي اللي لسه منتهي من 10 دقايق او من ربع ساعه، هو وصن داونز. مباراه جميله جدا من الطرفين، خاصه سان داونز. سان داونز فريق كبير جدا جدا جدا، وسبحان الله سان داونز كل مره ممكن السنه اللي قبل كده كسب الاهلي هنا، بس بيروح ممكن يتعادل مع الاهلي هناك في ارضه، وممكن يخرج من فريق ضعيف جدا زي بترو اتلتيكو، وزي ممكن المريخ السوداني لو قابله في الدور الثمانيه يطلعه. فريق غريب جدا جدا، في دوري المجموعات حاجه، وفي دوري خروج المغلوب حاجه. مسافه ما يعدي دور المجموعات يبقى فريق وديع جدا، في خروج المغلوب حاجه غريبه الشكل، مع انه فريق قوي. يعني الشوط الاول
الصراحه كان ممكن الاهلي يخرج بفضيحه بمعنى الكلمه. فريق مضيع 3 4 تجوان، فريق جايب جون ومضيع 3 4 تجوان ومسيطر على المباراه الشوط الاول سيطره تامه. الشوط الثاني اتقلب شويه، رغم ان الاهلي ما كانش كويس قوي، لكن اتقلب شويه. الاهلي اضاع ضربه جزاء في الدقيقه 50، بعدها صن داونز كان قبل ضربه الجزاء مضيع جون، وبعدها ضيع جون. اللعيبه بتوصل لمرمى الشناوي بسهوله. ضيع جون مزدوج كمان قبل ما الاهلي يتعادل، وبعدين الاهلي اتعادل، وبعدين الاهلي جابوا الجون الثاني بروح لعيبته، مش بمهاره، لا بروح لعيبته، ان هم عايزين يكسبوا، عايزين ما يطلعوش الجمهور زعلان. بعدها مفيش 7 دقايق او 6 دقايق صن داونز اتعادل. النتيجه بالنسبه للاهلي نتيجه وحشه، لكن بالنسبه للماتش النتيجه ممتازه للاهلي. يعني بالنسبه لسير المباراه الشوطين، ان النتيجه تخرج 2-2 ما بين الاهلي وصن داونز النهارده، النتيجه ممتازه بالنسبه للاهلي. ليه؟ الماتش كان ممكن الاهلي يطلع بسكور النهارده وهزيمه ثقيله لو الاجوان بتاعه صن داونز دي. اما بالنسبه لموقف الاهلي فالنتيجه سيئه. الاهلي دلوقتي عنده نقطه، صن داونز عنده 7، وله ماتش مع الاهلي في صن داون. لو كسبوا متهيألي هيبقى موقف الاهلي يزداد صعوبه شديده جدا. يعني الاهلي دلوقتي عنده نقطه قبل الاخير في المجموعه، صن داون 7، الهلال 6، الاهلي نقطه، القطن ولا نقطه، والقطن له الماتش الجاي مع الهلال، ولسه له ماتشين مع الاهلي، ودول الماتشين اللي مع الاهلي دول اللي هيفرقوا. اي تعادل للاهلي برضو المباريات القادمه هتبقى نتيجه صعبه جدا ان الاهلي يصعد للدور الثاني، ودي مش متعودين عليها الصراحه من الاهلي. يعني مش متعودين عليه، متعودين ان ممكن لو الحظ ما خدموش، لا هو بيخدم نفسه وبيكسب الماتشات. فاتمنى الفرقتين اللي موجودين وبيراميدز وفيوتشر التوفيق ويعدوا الدور ده، رغم ان هي ابتدت تبقى صعوبه. يعني ابتدت الزمالك ده نسبته لا تتعدى ال 30% الا لو كسب ماتشاته بقى كلها، ودي حاجه يعني في كره القدم بتحدث. ونفس الحل للاهلي اللي نسبته ممكن تكون 40 50% اكتر من الزمالك شويه، انه برضه باقدام اللعيبه، سواء باقدام لعيبه الاهلي او باقدام لعيبه الزمالك. اتمنى التوفيق للكره المصريه في المرحله القادمه، وان يعدوا عنق الزجاجه اللي هم وضعوا نفسهم بيه. يعني حطوا نفسهم في موقف متأزم جدا، وان يعدي الاهلي والزمالك المرحله ديت، وان احنا نتكاتف، سواء الاهلي والزمالك احنا بنحفل على بعضينا، لكن احنا نتكاتف من دلوقتي، نقف. احنا ممكن نحفل مع بعضينا صراحه في جوه مصر. الاهلي والزمالك منافسين، فالاهلي لو خسر انا هبقى سعيد وفرحان. لكن في الدول الافريقيه والدول اللي بره يا جماعه المفروض خلاص بقى الكراهيه دي تنتهي. يعني ده الدنيا يعني منفات زي ما بيقول، هنتنتنا يعني نكره الفرقتين، هيكرهوا بعض الامتى؟ وبيحدث في كل فرق العالم الكلام ده. بس يعني ايه، خلاص الكره المصريه مش الكره العالميه اللي ممكن تتعصب لها. يعني الكره المصريه وديعه، لا فيها جمهور ولا فيها اي حاجه. يعني ما بتحسش انها كره عاليه بتمتعك. يعني في النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.